السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. كل عام وانتم بخير. تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونشوفوا الفيديو النهاردة هيبقى أحلى فيديو. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده لبن رايب يا حبايبي، اللي شلنا الوش من عليه القشطة بتاعته، وهلفه بالمضرب حلو كده لأن هو خاتم جو جالس في رايب حلو يعني، عشان ميبقاش فيه تكتلات. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يبارك لاصحابه. طبعا انا عملته بالمضرب كده يا حبايبي عشان يبقى حلو. وده برضو شوية حليب مدفينهم زي دمع العين كده، ودول 3 كيلو دقيق عليهم كيسين خميرة حلوين كده. وهنعمل احلى شوية جرس فلاحي في الفرن البلدي، مش هتنسى حلاوته. بس اهم حاجة كتر الخميرة. طبعا معانا معلقتين كبار ملح، قلبناهم في شوية اللبن كده حلو. انا بدوب الملح في اللبن يا حبايبي عشان ميبقاش فيه باين في العجينة جو. فضلنا نزلنا باللبن بتاعنا الحلو ده، هنحط شوية من الحليب عليه دافية عشان الجو برد، احنا في التلج دلوقت. لا اله الا الله، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهتعجيني عجينتك حلو، تخدميها حلو في العجين بقى يا حبيبتي، هتاكلي احلى شوية جرس فلاحي. طبعا انا ما بحطش السمنه الا الاخر بعد ما بعجن العجين. زي ما انتوا شايفين كده عجنتها حلو، والعجينه هي مش لينه قوي. عجينه الجرس بتبقى لابسه شويه يا حبايبي، هي احلى حاجه فيها كده. طبعا ده نص كيلو سمنه، نزلنا عليه على 3 كيلو دقيق عشان ما تبقاش ناعمه قوي وناشفه مننا. احنا عايزينها حلوه وطريه وحمرة كده حلوه للعيال ياكلوا منها. تعملها سندوتشات، افطري منها الصبح. ما شاء الله هي حلوه في اي حاجه يعني تعملها بيها تاكليه. لفينا السمنه فيها يا حبايبي كده حلو، وخدمنا العجينه، والعجينه ما شاء الله ماشيه معانا حلو كده، ولها عرق ومتماسكه وما شاء الله عليه. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا هنعملها كور على طول، انا مش هسيبها تخمر عشان الجو سقع، مش عايزاها تخمر وارجع اجرسها وابططها تاني. نجرسها كور حلوه كده صغيره كده، نقطعها كده. طبعا انا بمسح الطبليه بتاعتي بدقيق يا حبايبي عشان اما تخمر عليها ما تلزقش. تعمليها بقى الكور كبيره صغيره زي ما انت عايزه، على حسب ذوقك يا حبايبي، وانتوا ذوقكم احلى اكيد، وربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين عينيكم يا رب. طبعا هنعملها بالبطاطا كده او بالسريع او بالنشاب، هنفردها كده ان عجينتها ماسكه شويه معانا، مش عايزينها لينه وتمصوع مننا. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طبعا احنا عملت الكميه كلها يا حبايبي، وحطيتها طبقه وطبقه كده عليها قماشه، وطبقه فوقها برضو كده على اللوح او على صينيه عندك. لوح الخشب بتاعنا بنعمل طبقه قماش وفوقها طبقه جرس. ورصيناها حلو يا حبايبي، ورحنا على فرننا قدحناه حلو كده. ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله، ما فيش احلى من البلدي، تاكلي احلى جرس فلاحي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، ما شاء الله كلها جبه وحلوه وخدت لون، ما شاء الله عليه. تنسوش لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه، تعملوا لايك، يا احلى واغلى اخوات واحلى متابعين. انا بشكركم كل اللي متابعني جوا مصر وبرا مصر، يعني حرمش منكم يا رب. زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده، هشيل العفرة بس من عليها، شايفين لونها وجمالها؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وريحتها جايبة اخر المنطقة. ان شاء الله ما نحرمش منكم يا حبايبي، وتعملوا الاحسن ويحسن ما بين ايديكم ربنا يا رب. واخده لهم من فوق ومن تحت السجان يا حبايبي، هم اللي سمر كده، هم مش وحشين ولا حاجة. تنسوش تعملوا لايك للفيديو
اشترك في القناة، يا أحلى وأغلى أخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها، وأنت العالم بالعيوب فاسترها يا رب.